السلام عليكم. اليوم حبيت أسوي وياكم طريقة عمل طرش العراقي الأحمر. طريقة سهلة وسريعة ومضمونة 100%. ب3 أيام يكون عندكم طرشي كلش طيب. المكونات: شوندر، شلغم، قرنابيط، جزر، خل تفاح وملح، والتفاح حسب الرغبة. الجزر ناخذه نغسله ونقشره، نفس الشي القرنابيط راح نغسله وننظفه. الشلغم أني بس أحب أنظفه، ما أحب أقشره، هواية بالعراق عندنا يقشروه. الشوندر أني أحب أقشره، لأن بالعراق عندنا نحكه وننظفه ونغسله، هاي الطريقة هواية أسهل. التفاح مجرد تقشير. عندنا هسه المكونات صارت كلها جاهزة ونظيفة. راح نبدي بطريقة التقطيع حسب الرغبة، بس هذه الطريقة اللي أنا مقطعة بها الخضروات راح تحصلون على طرشي ب3 أيام. هذا الجزر عندنا قطعته ورشيت عليه رشة ملح. أهم شي الملح يكون ملح البحر الخشن. الشلغم عندي قطعته أصابع. هاي الطريقة كلش حلوة وسهلة، وراح أخليه أملحه وأتركه على جنب. نفس الشي القرنابيط لزمته، غسلته وقطعته بهذا الحجم، وراح أرش عليه رشة ملح. هسه هاي المواد كلها راح أتركها لمدة 3 ساعات بالملح. عندي التفاح مجرد شرحته بهذا الحجم. الشوندر قطعته أصابع رفيعة حتى تستوي بسرعة. هسه صارت عندي كل المكونات جاهزة. راح أخذ الشوندر وأخليه بجدر وأسلقه. راح أخليه له مي بحيث يغطيه. هسه خليناه على النار، راح شوية ننتظره. هسه تشوفون راح تصير عليه طبقة وردية رغوة، طبعا لونها كلش حلو، فراح تبدي تتكون عندنا. وكل ما تزيد الغليان كل ما يزيد هذه الرغوة راح تزيد عندنا. فراح نظل هسه مثل ما تشوفون أني بالعراق نسميها شمشة، عندكم خاشوقة، ملعقة، بأي شي. المهم هاي الرغوة راح نظل نوخرها، نظل نزيلها لحد ما المي يصير صافي. فكل ما تطلع راح نشيلها. هسه هيجي رجعت مرة لخة، تكونت عندنا هاي الطبقة، هم راح نشيلها إلى أن يكون عندنا طرشي صافي. وأهم شي ما نسلقه فترة طويلة، يعني 3-4 دقايق كافي وزايد عليه. هسه راح أصفيه مثل ما تشوفون، صفيته من المي راح أخليه على جنب. صارت عندي كل المكونات جاهزة، غسلت القرنابيط والشلغم والجزر من الملح. أخذت مي الشوندر ما السلق، راح أضيف له كوب أو قلاص من خل التفاح مقابله 3 أكواب الشوندر أني قسته، ويا ربع كوب ملح البحر. هسه راح نجمع كل المكونات بإناء زجاجي. أهم شي يكون نظيف وما بي أي دهن، لأن هذا راح يساعد بنجاح الطرشي بدون أن نسبب بيه عفونة أو ريحة. فهنا خلينا المواد لا على التعيين، مجرد أنه أجمعها كلها بهذا الإناء الكبير. وهسه راح أبدي أخلي عليها المي اللي ذوبت بيه الملح. هاي مثل ما تشوفون، كلش ديروا بالكم لأن هذا المي يذبلون، فرأسا واحد ينظفه. هسه صفطتهم بالشياش مثل ما تشوفون، احنا هاي بالعراق نسميها شيشة. أهم شي تكون نظيفة. ووراها صبيت عليه المي يوصل للنهاية، يعني يكون ممتلئ. اتركوه 3 أيام وراح يكون عندكم طرشي ولا أروع.